السلام. حل من واحد فينا فكر يخدم من الدار ياك، ولكن فاش كتبغي تبدا كتلقى راسك تالف، ما عارف منين تبدا، شنو دير. اليوم ان شاء الله غادي نحيدوا هاد الحيره كامله، غادي نشوفوا مجموعين خطوات سهله وعمليه باش كل شيء يبدا الطريق ديالو. يلا معنا. شفتوا هاد الهضرة؟ كنتي كتفكر باللي الخدمة من الدار صعيبة؟ هذه هي الفكرة اللي عند الأغلبية. كيسحب ليهم باللي الخدمة أونلاين شي حاجة ديال الناس الواصلين، شي حاجة معقدة. ولكن سمحوا لي نقول لكم، هادشي كامل ماشي بصح. كاين واحد الطريق آخر، طريق ساهل وواضح، وتقدر تقدر تبدا منه اليوم. اوكي، اول حاجه وقبل ما نهضروا على المواقع والفلوس خصنا نهضروا على اكبر مشكل، والعائق الكبير صدقوني ماشي هو ما كاينش فين تخدم، لا، اكبر عائق كاين هنا في العقل ديالنا. واحد الفكره غلطه اللي حابسه بزاف ديال الناس. هاد الحاجز النفسي هو اللي كيخلي الواحد يبقى في بلاصتو وما يدير والو. وهاد الفكره شنو كتقول ليك انا نخدم اونلاين، لا خصني نكون شي خبير، خصني دبلومات، خصني شواهد. كل شيء كيعتقد هاد الشيء، ولكن الواقع ديال اليوم ديال دابا فاش كنهضروا تبدل. العالم الرقمي بحال شي باب كبير تحل الجميع، ما كيهمش واش عندك مهارة كبيرة ولا شي حاجة بسيطة كتعرف ديرها، الباب مفتوح باش تبدا وتربح. مزيان. إذا من بعد ما حيدنا هاد الفكرة الغلطة، السؤال اللي كيطرح راسو هو أوكي، منين غادي نبدا؟ يلا دابا ندخلوا في المعقول. جبت لكم 3 ديال المواقع، 3 ديال المنصات اللي تقدر تبدا فيهم، ماشي غدا ولا من بعد، لا، تقدر تبدا فيهم اليوم ومن الصفر بلا ما تكون عندك حتى شي تجربة. أول واحد معنا هو الموقع المشهور فايفر. باش نبسطوها، تخيل معايا فايفر بحال شي سوق كبير، سوق عالمي. أي واحد يقدر يجي ويحط الحانوت ديالو ويعرض الخدمة اللي كيعرف يدير. والفكرة سهلة مهلة، كتقول للناس أنا كنصاوب هادي، والكليون من أمريكا، من أوروبا، من أي بلاصة في العالم كيشوفوا خدمتك وكيشروها. والزوين في فايفر وعلاش كنبدا به ديما هو انه ما فيهش ديك التعقيدات، ما غاديش يسولك على الدبلومات ولا الخبره، لا، السؤال الوحيد هو شنو كتعرف دير. كتعرف ترجم مزيان، كتعرف تكسب ممتاز، كتعرف تصاوب شي لوغو بسيط حتى هي مطلوبه. اي حاجه كيف ما كانت بسيطه تقدر تحطها كخدمه للبيع، بلا صداع الراس ديال وريني السي في ولا شنو قريتي. كتحط الخدمه والكليان كيجي. يلا ندوزو دابا للموقع الثاني، سميتو people per hour. وهذا ركزوا معايا مزيان في واحد القضية مهمة بزاف. هاد المنصة تقريبا متخصصة في السوق الأوروبي، وهنا فين كاينة واحد الفرصة كبيرة لينا حنا كمغاربة. وغادي تسولوني وعلاش هذه نقطة قوة؟ الجواب بسيط، حيت هذا الموقع people per hour مازال ما معروفش بزاف عندنا في المغرب، يعني ما فيش بزاف ديال المغاربة خدامين فيه. وهذا الشيء شنو كيعني بالخشيبات؟ كيعني عندنا المنافسة قليلة، يعني الفرصة ديالك باش تبان وتلقى كليان كتكون كبرى وأسهل من دوك المواقع اللي عامرين بالناس. أوكي، ودابا وصلنا للموقع الثالث، وهذا بصراحة كنز حقيقي، سميتو مالت. علاش كنقول عليه كنز؟ حيت هاد المنصة فرانكفونية 100%، يعني موجهة للناس اللي كيهضروا بالفرنسية. وحنا كنعرفوا باللي الأغلبية ديالنا في المغرب كيتقنوا الفرنساوية، إذا هاد المنصة بحال مصاوبة لينا، غادي تلقى فيها غير الشركات والكليان من فرنسا، بلجيكا، سويسرا، وهادو كاملين كيقلبوا على ناس عندهم مهارات. والحاجة المهمة بزاف هو أن الطلب في هاد المنصة حاليا طالع للسما، يعني كاينين فرص دابا ماشي حتى الغدا. إذا شنو هي الخلاصة ديال هاد الشي كامل؟ الخلاصة هي أن الخدمة من الدار ما بقاتش شي حلم بعيد، لا، ولات واقع تقدر تعيشو ابتداء من اليوم. والمفتاح باش تدخل لهذا العالم ماشي هو تجمع الدبلومات والشواهد، لا، المفتاح الحقيقي هو قرار واحد، قرار كتاخدو مع راسك، قرار أنك تبدا. والخطة باش تبدا سهلة، فيها 3 ديال الخطوات. أول حاجة، ما تشتتش راسك، اختار موقع واحد من هاد 3، غير واحد، وركز فيه كل الطاقة ديالك. تاني حاجة وهذه أهم من كل شيء، تيق في راسك، آمن بالقدرات ديالك، راه كل واحد فينا عنده شي مهارة يقدر يربح منها الفلوس. وثالث حاجة، غير زعم وبدا، دير الخطوة الأولى وما تخافش، الباقي كامل غادي يجي مع الوقت، خطوة مورا خطوة. إذن دابا السؤال كيبقى مطروح، من بين هاد المواقع ال3 فايفر، people per hour ومالت، اش من واحد حسيتي بيه قريب ليك؟ اش من واحد قلتي مع راسك هذا نقدر نبدا به؟ يلا شاركونا الأجوبة ديالكم في التعليقات لتحت. كنتمنى لكم كل توفيق في هذا الطريق الجديد، وتأكدوا أن هذه راها غير البداية.